مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة في قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة عيون ساحرة. أول فيلم خيال علمي في تاريخ السينما المصرية، وكمان أول فيلم رعب. تاريخ العرض 8 فبراير 1934. مدة عرض الفيلم 125 دقيقة. عمر الفيلم 90 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. اتعرض مرتين، أول مرة في سينما فؤاد واستمر العرض لمدة أسبوعين، وتاني مرة اتعرض في اسكندرية لمدة يوم واحد وحقق إيرادات خيالية. يحمل فيلم عيون ساحرة لسنة 34 رقم 33 في تسلسل الأفلام المصرية الروائية الطويلة. هو من إخراج وتأليف أحمد جلال، وإنتاج آسيا داغر، وتصوير حسن مراد أهم مصور في الوقت ده. الأبطال آسيا داغر، ماري كوين، يوسف صالح، عبد السلام النابلسي، أحمد جلال. أما عن قصة الفيلم، بتدور الأحداث حوالين شاب وفتاة. الشاب ده اسمه سامي، غني جدا، والفتاة دي اسمها دليدة وهي على قد حالها. بس سامي كان من النوع الشباب اللي هما بيقعدوا يضحكوا على البنات، يفضلوا يقولوا لهم في كلام معسول لحد ما البنت تدوب فيه، ويفضلوا ماشيين مع بعض وبعد كده يسيبها. المهم كان هيتجوزها، فابوه قال له ما ينفعش الجوازة دي، البنت دي فقيرة قوي وانا ما اسمحلكش بالجوازة. زي ما يكون بيتلكك. اول ما قال له الجملتين دول راح لدليدة وسابها، ولا انا مش هقدر اكمل معاكي علشان ابويا رفض الموضوع. دليدة تسكت؟ لا، فضلت تطارده وتمشي وراه، وكل ما يروح مكان تروح وراه، تقول له ان هي بتحبه وان ان انا ما اقدرش استغنى عنك، وان انت حلم حياتي، وان انت حبي الاول والاخير، وهو مش عايزها ويرفضها. المهم وهو ماشي في مرة عمل حادثة. ايوه زي ما بقولك كده، عمل حادثة والعربية اتقلبت وسامي مات. طبعا دليدة كانت هتموت من الصدمة وما كانتش قادرة تستحمل، وقعدت فترة حلوين ما بتتكلمش. بس وقع في ايديها كتاب سحر، قعدت تقرا فيه وتتعمق، وبعد كده راحت على الترب وقعدت تعزم وتقول حاجات من الكتاب ده، فطلع ليها بالكفن وقال لها انا ما اقدرش ارجع تاني للحياة الا لو جبتيلي دم عذراء، بس في شرط لازم يكون في وحمة في رقبتها. فقعدت تدور على البنت دي علشان ترجع حبيبها تاني من الموت. مش بقولك فيلم خيالي ولا ايه؟ المهم لقت بنت بياعة، يا نصيب، بسيطة جدا، بتقعد على الرصيف، اسمها حياة اللي هي ماري كوين. فاستدرجتها لحد البيت وقعدت تقنعها ان هي لازم تشتغل عندها ومش عارفة ايه وكده، مع ان اساسا اسيا داغر اللي هي اسمها داليدا في الفيلم كانت فقيرة جدا. المهم صاحبتها وعرفت حكايتها، وفضلت تنومها تنويم مغناطيسي وتاخد شوية من دمها علشان التانية ما تحسش. وبعد كده سابتها نايمة بعد ما نومتها وخدت شوية من دمها، وراحت للتراب تاني عزمت
وطلعت حبيبها بالكفن، وادته من الدم العذراء اللي هي مين؟ حياة، علشان تعيد له الحياة. وفعلا قام من الموت. بس في الوقت ده هي كانت عمالة مش مصدقة من كتر الحاجات اللي هي بتحصل لها، ان حبيبها رجع تاني، وان هي هتتجوزه، وان هي هتعيش ايام سعيدة. فاهمين انتوا الحاجات دي؟ المهم اول ما رجع تاني من الموت، للأسف 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 رفضها للمرة التانية. ايوه، حب حياة، اللي هي الفتاة البسيطة دي، اللي هي بياعة اليانصيب اللي خد منها دمها. ودليدة ما كانش قدامها اي حل من الحلول غير ان هي تقضي عليهم هما الاتنين. انت ازاي بترفضني للمرة التانية؟ ده لولايا ما كنتش رجعت تاني، ده انا اللي رجعتك، مش عارفة ايه. سامي وحياة ما عرفوش يخلصوا من دليدة، فاضطروا ان هما يهربوا. بس سامي في الوقت ده اتجوز حياة، مع ان حياة كانت فقيرة جدا عن دليدة. يعني معنى كده ان ما منعش جوازه منها ان هي فقيرة وان هو غني، لا، ان هو اساسا كان رافضها. فاحنا نستفيد ايه من القصة دي اللي انتهت بجنان دليدة وهروب سامي وحياة هما الاتنين؟ بس لو شفت بقى الفيلم هتكتشف ان في اخر الفيلم خالص دليدة بتقوم من النوم، وان كل ده اساسا حلم، وكل اللي اتصور لها ده بسبب حبها لسامي الشديد، لان هي كانت ماسكة صورته طول ما هي نايمة، وكانت عمالة تفكر ان هو قال لها ان هو هيقول لابوه، فكانت خايفة ابوه لحسن يرفضها علشان هي فقيرة وهو غني. فاحنا نستفيد من القصة دي بتاعة الفيلم ان مش كل شاب بيقول كلام حلو لبنت فهو بالتأكيد هيتجوزها، لا، في شباب بتسرح ببنات كتير. فربنا يسترها على الناس كلها. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، سلام.